السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم نهاد في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بطبوط معمر بواحد الحشوة اللي لذيذة بزاف وسهلة ماهلة وكتجي في المذاق أكثر من رائعة. بلا ما نطول عليكم ونخليكم تشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا الخس، من بعد ما غادي نغسلوه مزيان نقطعوه على هذا الشكل، ونحتاجوا كذلك الكورنيشو والبصله مقطعين حتى هما على هذا الشكل، والطماطم حتى هي مقطعه مربعات صغيره، انا هنا كنخليها غير بالقشره، وكذلك واحد العلبه ديال المايس والفرماج احمر محكوك، والمايونيز انا هنايا كنسمو بشويه الكورنيشو، كذلك واحد راس المعلقه ديال المساخن كتعطي واحد المذاق اللي رائع ولذيذ بزاف. وكنحتاجو كذلك واحد العلبتين ديال الثوم. ودابا ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. كناخد واحد الاناء ونجمع فيه المكونات اللي عندي. كنضيف الطماطم، وكيف ما قلت لكم الطماطم هنايا راني خليتها بالقشره ديالها، صراحه كتجي لذيذه بزاف، احسن من ما تبقاو تنقيوها كتبقى تطلق الماء بزاف. وكنزيد كذلك المايس والكورنيشو، وحتى هذيك البصله اللي ضروري تكونوا مقطعينها رقيقه بزاف، وهذيك العلبتين ديال الطون. بالنسبه للطون البنات راه ممكن تضيفوا غير علبه واحده، الكميه كتختلف على حساب عدد الافراد. كنضيف شويه الملح، كنخلط المكونات جيدا باش هكا يتجانسوا ليا مع بعضياتهم. صراحه البنات هاد الحشوه راه كتجي لذيذه وكتليق لهاد الوقيتانيت ديال الصيف، كتحسوا بواحد المذاق اللي زوين. كنبقاو نحركو هكا حتى كتجانس لينا هادوك المكونات مزيان مع بعضهم. هنايا كناخد البطبوط، راني ما صورتش معكم الصراحه البطبوط، المره الجايه ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديو خاص به. كنفتحو على هذا الشكل، كنوضع معلقه ديال المايونيز هي الاولى باش هكا ما كيجيناش ناشف نهائيا، وكنضيف كذلك الحشوه اللي عندي. كنحاول هذاك البطبوط ما نحلش منه بزاف، نحل غير واحد شويه من الفوق باش هكا كيبقى الشكل ديالو زوين وما قطعش ليا الحشوه. من بعد كنضيف هكا الفرماج محكوك، كيعطي واحد المنظر اللي زوين وحتى واحد المذاق اللي رائع. كنستمر هكا حتى كنكمل البطبوط اللي عندي. صراحه البنات غير جربوا هاد الحشوه راها كتجي لذيذه بزاف. ممكن الا بغيتو تستعملوا الخس ما مقطعش على هاد الشكل تستعملوه ورقه واحده حتى هو الصراحه كيجي زوين. كديروا مثلا معلقه ديال المايونيز ومن فوق منها هذيك الورقه ديال الخس، وعاد كتزيدوا باقي المكونات وكتسدوا هكا بالفرماج حتى هي كتجي زوينه. يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا الصراحه كنفضل هاد الطريقه، علاش؟ لانها كتجيني ساهله، صافي كنقطع وكنوجد كل شيء مره واحده. وحتى في العماره هكا كتجيني كنعمر مره واحده، احسن ما نبقى ندير الخس بوحدو وعاد مثلا ندير هاد المكونات الاخرين. هي راه كتكون نفس النتيجه غير المنظر اللي شويه كيكون مختلف. كنبقى هكا حتى كنكمل جميع البطبوطات اللي عندي. والبنات بالنسبه للفرماج انا هنا درت الفرماج محكوك، راه ما كندخلوش للفران ولا شي حاجه باش يذوب، راه كنخليه هكاك غير باش كيعطي واحد المنظر اللي زوين وحتى واحد المذاق بلاش ما تحتاجوا انكم تدخلوا الفران. بالنسبه للحشوه البنات راه ممكن تضيفوا عليها حتى الخيزو محكوك، وكاين اللي كيبغي يضيف عليها كذلك حتى الخيار محكوك، حتى هما كيعطيو واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. انا هنايا حاولت نخلي غير الطون مع البصله والمطيشه حتى هما كيجيو لذاذ. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. حتى هما الصراحه هذاك الخيزو والخيار كيجيو لذاذين بزاف.
بحال هاد الوصفات صراحة كيكونوا صراع ولذاذين بزاف وكيبغيوهم الناس الكبار وحتى الوليدات الصغار، وممكن تعطيوهم حتى الوليدات الصغار اللي عندهم لا كونتين. هكا كيجيو في الغداء زوينين. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. الصراحه راه كيجيو لذاذ بزاف البنات، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم، وكيوجدوا حتى في وقت اللي واجيز. وكنتمنى الفيديو والوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشتركتش في القناه كنتمنى انها دير واحد الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا فيما يكون شي جديد يوصلها. وخليتكم في امان الله.